عايزين تعليق خفيف مبسط لماتش النهارده، ماتش الزمالك وكهرباء الإسماعيلية. يعني كلنا زي ما احنا عارفين إن الزمالك في المركز الرابع برصيد 25 نقطة، وكهرباء الإسماعيلية مركز ال20 برصيد 11 نقطة. الفكرة دلوقتي إن الزمالك داخل الماتش وهو لازم يكسب. الأهلي امبارح اتعادل وادالك هدية إن هو اتعادل امبارح، فأنت لازم تكسب علشان تبقى مركز ثالث، تاخد 28 نقطة ويديك الفرصة ان انت لسه تنافس على الدوري. لان الزمالك السنة دي الاهلي اداله 5 فرص السنة دي او 4 فرص السنة دي ان هو يتصدر وما تصدرش. طبعا ليه؟ عشان احنا عارفين ان كان عندنا مدرب سباك من الاخر. المهم، دي بتديك فرصة تانية. الاسطورة بتقول ايه؟ الاسطورة بتقول ان لما في فرق بتطلع من الدرجة التانية للدوري الممتاز، الزمالك يا اما بيخسر يا اما بيتعادل، وربنا يستر. دلوقتي لو احنا دخلنا على الماتش هنشوف الزمالك كان ممكن يلعب بتشكيل مكونة من 4-2-3-1. 4-2-3-1 دي هيكون حراسة المرمى محمد صبحي لو هو مش مصاب. لو هو مصاب يبقى محمد عواد بالتقريب هو اللي هيلعب. وعندك من باك رايت، من اليمين للشمال باك رايت محمد ابراهيم، 2 ارتكاز محمود حمدي الونش. وعندك محمد اسماعيل طبعا، ليه؟ لان الباشا حسام عبد المجيد عنده تراكم انذارات فهيجيب الماتش. ومعتمد جمال كان حاطط امل ان محمد اسماعيل هو يلعب في مركز 6، وما حصلش دلوقتي لان هو اوريدي اصلا محمد اسماعيل بتاع مساك. المهم، بعد كده هنخش على الباك ليفت. الخضري عامل اداء كويس. وهتخش على خط النص، 2 خط وسط مدافع، اكيد هيلعب احمد حمدي، وجنبه هيبقى سيف جعفر. ومعرفش مين البديل، ممكن حد ناشئ او حد ناشئ. ان انا سمعت ان في 2 تقريبا جالهم نزله برد حاجه زي كده. وقدامه هيبقى بلاي ميكر ادم كايد، وعلى الاطراف خوان بيزيرا وشيكو بنزا للاسف، وقدامه راس حربة صريح وده الدباغ. الماتش على الورق ممكن يبقى سهل، بس انت ازاي هتخلق فرص؟ انت المفروض من اول دقيقه، من اول ما الحكم بس يصفر، انت لازم تستحوذ ضغط عالي تجيب الجون. وبعد ما تجيب الجون تهدى وتركز ان انت تقفل مساحاتك، وتهدى وتلعب على الرايق وبساط قريبة ما بين الخطوط. بس هو ده المطلوب. انت اول ربع ساعة يا قاتل يا مقتول تخش ضغط عالي غير طبيعي، لان كهرباء اسماعيلية دايما بيعتمد على المرتدات، وهم فرقة رزلة، فرقة ممكن طب بيعرفوا يباصي كور سريعة، وفي نفس الوقت بيلعبوا المرتد زي ما انا قلت. فانت لما تفقد كورة في نص الملعب، هم اكيد هيجوا عليك بمرتدة جامدة، لازم يجيبوا العموم. فانت المفروض ان انت اصلا ما تخليهمش ان هم اصلا يخشوا الماتش، انت تخش تجيب جون، تفكك الدفاع دوت، وخلاص. هم بقى بالاندفاع الهجومي بتاعهم هم هيضطروا ان هم يجوا لك، فانت تروح مقفل وعامل انت الكاونتر اتاك بتاعك. يعني من الاخر انا من رايي العب 4-3-3 بدايه الماتش، بعد كده ما تجيب الجون بس ما تريحش، جيب الجون بعد كده العب 4-2-3-1 وابتدي اضغط. واعتمد دايما ان انت تخلي ادم كايد يعمل سكرين ويشوف خوان بيزيرا امتى بيطلع، وفي نفس الوقت شيكو بنزا امتى بيطلع، فيباص الكوره ويبتدي يخلق مساحات في العمق. ساعتها ممكن خوان بيزيرا يخش شويه ينضم في مكان ادم كايد، لان هو ساعات ممكن يجيد يبقى بلاي ميكر. وفي نفس الوقت ممكن شيكو بنزا من بره ال 18 يشوط برضه، وادم برضه شويط، ادم كايد برضه يشوط. احنا عارفين هو ضيع جون غير طبيعي، يعني عارف جون بوشكاشي كده غريب كده، هو جايبه من الكعب، ارتطم بالعارضه. وطبعا العارضه والزمالك اتنين بيحبوا بعض، عارف اللي هو من نظام. يعني تاريخ الزمالك كله بسبب العارضات، العرضيات، سوري، العارضه. اتلخص في الهدف اللي كان هيسجله ادم كايد لما عملها بالكعب وجت في العرض. هو ده الزمالك. فانا اتمنى الزمالك يكسب، بس انا توقعي الشخصي ممكن نتعادل او نخسر، هي الاسطوره بتقول كده. بس ربنا ان شاء الله رحيم بينا، يعني لان دي فرصه ومش هتتكرر تاني، الاهلي مش هيتعادل لك تاني. فاحنا لازم الخطه الهجوميه، الاندفاع الهجومي يعتمد على الاطراف، وتعمل بيلد اب سريع من تحت. واعتقد ان محمد اسماعيل ممكن يعمل دوت من تحت، فيبتدي تصنع هجماتك من تحت من عند الدفاع. وان شاء الله باذن الله الزمالك يكسب ويفرحنا يعني. ده ملخص سريع النهارده، اتمنى يكون عجب حضراتكم.
وان شاء الله بعد ما الماتش يخلص يكون الزمالك باذن الله كسب، هنزل تحليل على طول في نفس الوقت. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم في قناة باصي لميدو. معلش انا نسيت، لو عجبك المحتوى يا ريت تكتب بس عند الكومنتات تحت وتقول لي رأيك وايه المفروض اعمله بعد كده. يعني اي حد عايز ان انا اطلع احلل اي ماتش ايا كان ايه، يقول لي بس عليه وانا هنفذه له فورا. شكرا.